وبركاته. معاكم دكتور علي عزيز من سنتر مجاهد أكاديمي. إن شاء الله في الفرقة الثالثة هندرس مع بعضينا مادة إدارة المواد، وهي مشتركة ما بين قسم محاسبة وبين قسم إدارة. طيب إدارة المواد هتدرس فيها إيه؟ تدرس فيها طبيعة المادة الخام، وهندرس فيها قرارات عملية الشراء. والمادة تنقسم إلى جزئين، نشاطين رئيسيين جدا من علم إدارة المواد. النشاط الأول ألا وهو نشاط الشراء. طب هندرس إزاي نشتري، إيه هي قرارات الشراء. هندرس إزاي نشتري من المورد المناسب بالسعر المناسب بالكمية المناسبة في الوقت المناسب بالجودة المناسبة. يبقى دي قرارات الشراء اللي هتدرسها في الجزء الأول في مادة إدارة المواد. طب الجزء الثاني أنت هتدرس إيه؟ هتدرس نشاط التخزين. طب هو النشاط التخزين هنتعرف على إزاي نختار المخزون، خلاص، وإيه هي مواصفات المخزون، إيه هي مواصفات المخزن، خلاص. هنتكلم مع بعضينا في نقاط محورية جدا. طيب علم إدارة المواد والإمداد يتعلق بإيه؟ نبذة تعريفية عن علم إدارة المواد والإمداد. فالعلم يختص بإيه يا شباب؟ إن أنت إزاي تبحث إزاي تشتري المادة الخام أو تشتريها بأسعار اقتصادية، وهنتعرف إزاي نشتري المادة، وإزاي إزاي نكون سلسلة إمداد، وإيه هي سلسلة الإمداد. طيب طبيعة المادة يا جماعة أو شكل الامتحان بتاعها طبعا بيكون شكل امتحان إدارة المواد والإمداد بيبقى طبعا صح وغلط وبيبقى اختيارات. وطبعا يا جماعة بيبقى فيه جزء عملي بسيط يحتوي على موضوعين، ألا وهو الموضوع الأول اسمه أو يتعلق بكيفية اختيار المورد المناسب، خلاص. وعندنا كمان النقطة الثانية إيه هي الكمية الاقتصادية ونقطة إعادة الطلب. يبقى إذن يا جماعة هنتعرف مع بعضينا زي ما اتكلمنا على علم إدارة المواد والإمداد على الجزئين الرئيسيين ألا وهما نشاط الشراء ونشاط التخزين. وده كان ملخص مفيد عن علم إدارة المواد والإمداد، المادة المشتركة ما بين قسم محاسبة وقسم إدارة. أشوفكم إن شاء الله في المحاضرات الكاملة على المنصة التعليمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.